النهاردة هنتكلم عن ظاهرة غريبة، ظاهرة البقال اللي تحت البيت. الراجل ده غريب جدا يا جماعة. تيجي تدخل عنده تقول له ازيك، يقول لك ازيك انا جبنة رومي ولا لانشون. فانت تبص له باستغراب تقول له هو انا لسه قلت لك؟ يقول لك بكل ثقة لا بس انت كل اتنين دايما بتشتريهم. الله، طب انت مذاكرني؟ تفوتها وتقول عادي وبتحصل. تيجي تكمل بقية الطلبات ولسه هتتكلم يقول لك ايوه عارف، عايز عيش بلدي وبلاش كيس عشان انت دايما كل مرة بتنساه. فانت تستغرب، هو انت بتسجل ورايا ولا ايه؟ يجي بقى يقوم مديك القضية يقول لك على فكرة المية كانت قطعة عندكم امبارح. الله، طب دي عرفتها ازاي بقى؟ يقول لك وبكل ثقة وأريحية، ما انا سمعت والدتك الصبح وهي بتزعلك الساعة 9 وانت لسه صاحي. انت لو عايش معانا مش هتبقى كده، ولا انت مراقبنا ولا انت حكايتك ايه؟ الراجل ده بجد غريب، بحسه عارف كل تفاصيل يومي، عارف انا بعمل ايه وما بعملش ايه. مش كده؟ بعد ما تمر بكل ده تيجي عايز تحاسب، تقول له الحساب كام؟ يقول لك 30 جنيه، ودايما بتديني 50 وتقول لي عايز الباقي فكه. الله، دي كل التفاصيل انت حافظها؟ عارفني اكتر ما انا عارف نفسي. مش كده؟ البقال مش بس بيبيع لك، ده هو اللي بيقول لك انت محتاج ايه وعاوز ايه وايه اللي ناقصك. وفي النهاية أحب أقول لكم إن كله بيحصل وكلها حاجات واردة. وبس، دي كانت نهاية الحلقة، حلقة لطيفة قصيرة. استنونا في حلقات تانية كتير. ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستجرام ويوتيوب علشان تكملوا العيلة اللي بنبنيها، وبيكم هنوصل.